السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم جميعا. النهاردة بقى ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد وفكرة جديدة، فكرة سندوتشات الولاد الصبح وهم رايحين المدرسة. هقولك على فكرة جديدة لانج محدش عملها قبل كده، ومتهيألي محدش هيعملها تاني. فكرة سندوتش تحفة. هو لما ابنك اخر العنقود الصغير، اخر العضو في العائلة الكريمة، لما تقوليله من بالليل انزل هات فينو وجبنة علشان اعمل لك سندوتشات الصبح عشان عندك امتحان، والبي مش راضي ينزل وعايز ماما تنزل، يا سلام يا سلام يا حبيبي. يعني انا طول النهار واقفة بشتغل في المطبخ وفي البيت وفي الشقة وبصور فيديوهات، وبعدين انزل كمان اجيب فينو وجبنة؟ ليه؟ ما انا الفلبينية اللي بابي جابها لك. يا ابني انزل، مش عايز ينزل وراسه الف سيف ما ينزلش. قلت والله لاخد حقي منه، ورحت جايه بقى عامله له السندوتش اللي انا بوريه لكم. حذروا فزروا، ده سندوتش ايه؟ طيب عرفتوا ولا لسه؟ ايه؟ في حد عرف؟ اللي يعرف يكتب في الكومنتات. حلو السندوتش ده، صح؟ ده سندوتش بقى طاقه ويخليه يركز ويصحصح ان شاء الله يا رب. يعني ان شاء الله يا رب يفتكر كل اللي ذاكره طول السنه. نحط له بقى ملح وفلفل كده ونظبط. امال ايه؟ عرفتوا ولا لسه؟ اما كنتش عايزه اقول لكم، كنت عايزاكم تعرفوا لوحدكم. بلا عيش فينو، بلا جبنه، بلا لانشون. انا دورت عندي ما لقيتش غير ده بصراحه. يا اما بقى اعمل له سندوتش مكرونه. لقيت عندي مكرونه، ففكرت بصراحه اعمل له سندوتش مكرونه. ايه رايكم؟ عشان بعد كده اما انزل اقول له هات حاجات للسندوتشات بالليل يبقى ينزل. ماشي 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 يا اخر العنقود. يلا هقول لكم بقى، انتوا مش هخبي عليكم. ده دهن يا جماعه، انا بجيبه كل ما بروح اشتري لحمه في اول الشهر. بشتري نص كيلو دهن، بيدولي ب50 جنيه ولا حاجه كده، وبسيحه وبيبقى بالشكل ده. وبعد كده بحط منه على اي نوع خضار بعمله على المحشي، بيخليه تحفه. وده بقى اللي طلع منه، اللي انا وريتلكوا في اول الفيديو. ده اللي طلع منه. يعني انا بجيب الدهن بقطعه، وبعدين بغسله في مصفى، وبعدين بسيبه ينزل الميه منه، واولع عليه على نار هاديه مع معلقتين زيت وفص مستكه وحبهان ورق لوري، واسيبه على نار هاديه لغايه لما يسلى خالص ويبقى بالشكل اللي انا وريته لكم ده. هتقولوا لي ده مضر، هقول لكم لا، العلبه دي بقى هي اللي مضره. اللي داخل العلبه دي هو اللي مضر. ربنا قال سبحانه وتعالى ان الدهون والشحوم ديت ربنا هو اللي خلقها لينا، فيها فايدة لينا ما فيهاش ضرر. اللي في العلب دي اللي هو السمن الصناعي اللي مليان زيوت، اللي هو اصله زيوت مهدرجة ودهون نباتية. وهم كاتبين على العلبة، يعني الناس مش مخبيين علينا بصراحة، كاتبين على العلبة ان هو خليط من الزيوت النباتية واجود انواع الدهن النباتي ودهن اللبن 1%. 1% بس دهن اللبن. وعلى فكرة العلبة دي مش رخيصة، دي غالية. مش فاكره كام بالظبط والله، بس انا اشتريتها مره من التموين. إيه، مش فاكره والله سعرها بالظبط، بس هي مش رخيصه يعني. لو جينا نقارن بين العلبه دي اللي مكتوب عليها خليط من الزيوت النباتيه المهدرجه وخليط من والدهن النباتي، ونسبه كام في المية دهن نباتي كتير يعني، ونسبه دهن اللبن 1% فقط. الناس صراحه يعني، انهي اللي مضر؟ اللي في العلب ولا ده اللي بيسد الشرايين؟ سمنة العلب اللي هي مهدرجة، ولا الدهن اللي ربنا خلقه؟ لا، الدهن اللي ربنا خلقه مش مضر ولا حاجة، ومش بيسد الشرايين، مش بيعمل تصلب شرايين. اللي بيعمل تصلب شرايين هي سمنة العلب اللي كلنا بنجيبها للأسف. انا على فكرة عاملة الاكل ده من الدهون دي اللي انا وريتها لكم، وكان طعمه تحفة. بعمل بيه اي خضار، اي خضار بطبخه، بامية، فاصوليا، اي حاجة. لو عجبك بقى الفيديو متنسيش تعملي لايك واشتركي في القناة.